السلام عليكم. معكم عصام وكيل عقاري في سيدي علال البحراوي. اليوم غادي نتكلموا على حيازات العقار بالاوراق. السؤال تيقول الا كانت حيازات العقار واش مضمونه الا ما عندكش الاوراق؟ الجواب مضمونه واخا ما عندكش الاوراق بشروط. المشرع سيدي خرج قانون سميتو مدونة الحقوق العينية، قانون رقم 3908 2011 22 نوفمبر. شكون هو المشرع؟ هو البرلمان ولا الحكومة ولا صاحب الجلالة. المادة الثالثة في هذا القانون تتقول اللي تيحوش شي ملك راه ديالو إلا أن يثبت العكس، ويجي شي حد يخرج لك من الجنب ويقول لك لا سيدي راه ديالي. في هذا القانون المشرع تيطمئن الناس خصوصا ديال الباديه، تيقول لهم ما تخافوش الملك راه ديالك الا فيك هاد الشروط. شنو هما هاد الشروط ديال الحيازه؟ الماده 240 الشرط الاول ان يكون واضع اليد على الملك، يعني الساروت ديالك في يدك، فراش ديالك، الزرع انت اللي زارع وانت اللي تحصد. ثاني حاجه تصرف المالك في الملك ديالو ماشي كاري. الشرط الثالث يكون سميت الملك بسميت المالك، مثلا هاد البلاد راه ديال عصام، هاد الدار راه ديال فلانه، ما يكونش مدعي معك شي حد على داك الملك. خامس حاجه ان الحيازه تستمر لمده 10 سنوات بلا انقطاع، والشركاء والورثه 40 عام. سادس حاجه ما يكونش الناس في خبرهم باللي فوتي داك العقار. والحيازه ما كايناش املاك الدوله، مثلا املاك الحبوس، اوقاف، اراضي الجموع، جماعات السلاليه والقبليه واراضي الجيش، املاك الجماعات القرويه والحضاريه، العقارات اللي محفوظين، والاملاك اللي تيخص عليها قانون خاص. وضروري تقاد الملكيه للعقار ديالك، ضروري يا سيدي. مثلا غير الا جات طريق ولا براج وبغيتي تستافد، الناس يستافدوا، وانت كيفاش غادي تستافد وانت ما عندك حتى ورقه؟ كيفاش هذاك المحاسب غادي يثبت كيفاش هو براسو يضمن راسو انه ما يبانش نصاب ويعطيك الفلوس؟ شنو غادي يبين الاداره باللي هذوك الفلوس راه خرجوا وعطاو لك انت وانت ما عندك حتى ورقه؟ راه ضروري خص يكون عندك اوراق باش تستافد، ولا كاع استفتي غتاخد شي حاجه قليله. اما الا عندك اوراق ديال الارض راه تيكون الاستفاده مزيانه. وإلا بغيتي الشهاده اداريه من عند القايد ضروري يطلب ليك اوراق ديال الملكيه. وإلا بغيتي تمشي عند رئيس جماعه بغيتي دير تقسيم راه غادي يخصك اوراق الملكيه. شكرا بزاف على المتابعه، ان شاء الله فيديو مقبل معلومه جديده. كان معكم عصام، السلام عليكم.